ملخص الحلقة 12 من مسلسل العبقري. تبدأ الحلقة بلقطة مشوقة تظهر الأب وهو يتذكر لحظات من ماضيه مع ابنه. هذه الذكريات تظهر الصراعات التي عاشها، مما يضفي عمقا على شخصيته. مواجهة الأب وابنه. تتصاعد المشاعر خلال مواجهة الأب والابن، حيث يعبر الابن عن شعوره بالخيانة بسبب غياب والده. هذه اللحظات تظهر انفعالات قوية، مما يجعل المشاهدين يشعرون بالتوتر. تتصاعد المواجهة بين الأب والابن إلى ذروتها، حيث يتبادلان الاتهامات. الأب يعبر عن شعوره بالخيانة، بينما الابن يعبر عن غضبه بسبب غياب والده في حياته. يتم الكشف عن بعض الأسرار العائلية، مما يضيف عمقا إضافيا للقصة. هذه الأسرار تلقي الضوء على أسباب الفراق بين الأب وابنه. تتضمن هذه المواجهة مشاعر قوية من الألم والحنين، مما يبرز تأثير الفراق على كلا الشخصين. تتضمن الحلقة مشاهد فلاش باك تكشف عن لحظات حاسمة من طفولة الابن، مثل الأحداث التي أدت إلى الفراق. هذه المشاهد تظهر كيف شكلت تلك اللحظات شخصية الابن. يتذكر الأب أيضا لحظات مؤلمة من حياته، مثل القرارات الخاطئة التي اتخذها والتي أدت إلى الانفصال عن ابنه. يتناول الحوار بعض التساؤلات حول معنى الحياة والانتقام، وكيف يمكن أن تؤثر هذه المفاهيم على العلاقات. تقترب الحلقة من لحظة حاسمة، حيث يتعين على الأب والابن اتخاذ قرار مصيري. هل سيختارون المصالحة أم سيستمرون في الصراع؟ يخصص المسلسل لحظات للتأمل، حيث يتجه كل من الأب والابن إلى أماكن هادئة للتفكير في حياتهم وقراراتهم. هذه اللحظات تظهر ضعفهم الإنساني. يحدث اجتماع غير متوقع بين شخصيات أخرى قد يؤثر على مسار الأحداث، مما يزيد من تعقيد القصة. تسلط الحلقة الضوء على كيفية تأثير الحب والانتقام على العلاقات، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على القرارات المستقبلية. تظهر الأحداث أهمية التواصل بين الأجيال، وكيف يمكن أن يساعد في حل الصراعات. تنتهي الحلقة بعبارات تحمل معاني متعددة، مما يترك المشاهدين في حالة من الترقب لما سيحدث بعد ذلك. تبرز الأسئلة حول كيف ستتطور العلاقة بين الأب والابن بعد هذه المواجهة. يظهر صديق الابن في هذه الحلقة، حيث يقدم له الدعم ويشجعه على مواجهة والده. يساهم في تقديم نصائح قد تغير من مسار الأحداث. تظهر الحلقة تفاعلات الشخصيات الثانوية، مثل الأصدقاء أو الشركاء في العمل، الذين يقدمون الدعم أو يضيفون تعقيدات جديدة للقصة. توجد شخصية نسائية تلعب دورا محوريا، سواء كانت شريكة حياة أو صديقة، حيث تساعد في تقديم منظور مختلف عن الصراع. بعض هذه الشخصيات تؤدي دورا رئيسيا في مساعدة الأب أو الابن على فهم بعضهم البعض بشكل أفضل. تظهر الحلقة مشاهد مؤثرة تركز على العواطف، حيث يتعرض الابن لموقف يدعوه للتفكير في مغزى الانتقام. الأب من جانبه يواجه تحديا في كيفية التعامل مع مشاعره تجاه ابنه، مما يجعله يتساءل عن خياراته المستقبلية. تقترب الحلقة من لحظة محورية، حيث يتعين على الأب والابن اتخاذ قرار مهم. يواجهان خيارا قد يغير مجرى حياتهما إلى الأبد، مما يضيف عنصر الإثارة والتشويق. تنتهي الحلقة بنهاية مفتوحة تبقي المشاهدين في حالة ترقب. يتم تسليط الضوء على التوتر المستمر بين الشخصيات، مما يثير التساؤلات حول ما سيحدث لاحقا. تطرح الحلقة تساؤلات حول إمكانية المغفرة وكيف يمكن أن تؤثر على العلاقات. يتعين على الشخصيات التفكير في خياراتهم بين الانتقام والمغفرة. تظهر الحلقة كيف أن الأفراد غالبا ما يبحثون عن هويتهم من خلال علاقاتهم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على اختياراتهم. الانطباعات العامة. الحلقة 12 تعتبر نقطة تحول في المسلسل، حيث تكشف عن عمق الشخصيات وتعقيد العلاقات بينهم. الأداء المتقن للممثلين والمشاعر القوية تجعل من هذه الحلقة تجربة مؤثرة للمشاهدين.